يا مساء الفل واهلا بيكم يوم جديد من يوميات مطبخ بندق. اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل جديد بنزله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. زي ما انتم شايفين كده النهارده احنا مش هنعمل وصفه، بس هنجهز الحاجات اللي هنحتاجها في الوصفات اللي جايه. احنا هنبتدي ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نعمل وصفات نواعم العيد كلها، البسكوت والكحك والبيتيفور والغرابه، كل الحاجات والسابليه طبعا، كل الحاجات اللي احنا او كل المخبوزات اللي بنحتاجها في العيد او اللي بنعملها في العيد. فعلشان ننزل مره واحده نجيب حاجاتنا، وبعد كده بقى نبدا نشتغل على رواقه ومبقاش في اي حاجه ناقصانا. فاحنا النهارده هنتكلم عن كل الحاجات اللي هنحتاجها علشان نبدا نعمل مخبوزات العيد. اول حاجه هنحتاجها عشان نعمل نواعم العيد هي طبعا الصاجات. الصاجات يفضل ان هي تكون من الالومنيوم، توزيعها للحراره بيكون كويس جدا جدا، وبتطلع التسويه بتاعه البسكوتات او الكحك او اي حاجه هنعملها للعيد، تطلع التسويه بتاعتها حلوه جدا جدا لان الحراره متوزعه كويس. فاول حاجه هنحتاجها هي الصاجات الالومنيوم. تاني حاجه نوع الدقيق. انا بفضل ان يكون نوع الدقيق اللي بنستخدمه في كل مخبوزات العيد يكون دقيق الكحك والبسكوت. اهو زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه دقيق للكحك والبسكوت. بيفرق جدا ان مبيبقاش فيه عرق زي الدقيق العادي. صحيح طول عمرنا بنعمل بالدقيق التاني وكان شغال وكويس وكل حاجة، ولكن عشان اطلع نتيجة احسن انا بفضل ان انا استخدم دقيق الكحك والبسكوت. مش شرط الماركة دي بالتحديد، لكن اي دقيق مكتوب عليه دقيق للكحك والبسكوت هيفرق جدا جدا في النتيجة بتاعة النواعم اللي احنا هنعملها. حاجة كمان السكر البودرة. السكر البودرة برضو من الحاجات المهمة وبتفرق قوي. انا بفضل اللي هو في اكياس مش السايب، لان السايب معظمه بيكون مضاف عليه نشا فبيغير برضو شوية من طعم الوصفة، لكن اللي في اكياس ده بيكون افضل. في موجود الماركة دي وموجود طبعا الضحى وموجود ماركات تانية. فبرضو السكر البودرة يفضل ان هو يكون الاكياس. هنحتاج برضو النشا الذرة عشان لو في وصفات محتاجين فيها نشا فبرضو نكون موفرين معانا نشا الذرة. الحاجة المهمة كل الوصفات اللي احنا بنعملها هي يا دقيق وزبدة يا دقيق وسمنة. طبعا افضل حاجة بالنسبة للزبدة هي الزبدة نيوزيلندي. في تقريبا ماركة اسمها روتانا، في لوربارك، في كذا ماركة نيوزيلندي اللي هي مكتوب عليها زبدة غير مملحة. هي دي اللي احنا بنستخدمها في الحلويات. الزبدة النيوزيلندي ريحة وطعم روعة، خصوصا لو حد بيبيع اونلاين او بيشتغل شغل اونلاين يفضل ان هو يستخدم الزبدة النيوزيلندي. البديل ليها زبدة فيرن لو احنا عايزين نعمل حاجة اقتصادية شوية، فهنستخدم زبدة فيرن نفس الكفاءة في الشغل وكل حاجة، ولكن هي هتفرق شوية في الطعم في نيوزيلندي بيبقى احلى بكتير من الزبدة الفيرن. هي دي بس الفكرة في الفرق ما بين الزبدة النيوزيلندي. ولو احنا حابين نستخدم زبدة تانية فهنستخدم زي ما قلت لكم زبدة فيرن افضلهم بالنسبة للحلويات بتاعة العيد. السمنة اللي هنستخدمها يفضل طبعا انها تكون السمنة البلدي، وده اللي انا هشتغل بيه وهتشوفونا شغالين بيه خلال الفيديوهات اللي جايه. لكن لو مش متوفرة نقدر نستبدلها بأي سمنة تانية نباتي، برضو هيبقى نفس الفكرة. هيبقى الشغل معانا سهل وكل حاجة وهو نفس الشغل، ولكن هتفرق معانا شوية في الطعم. السمن البلدي طبعا بتدي طعم أحلى بكتير من السمن النباتي. فدي برضو من الحاجات اللي احنا يفضل ان احنا لو قدرنا ان احنا نوفرها تبقى افضل بكتير في الشغل معانا. ده مفرش سيليكون عشان نفرد عليه بقى العجاين السابليه والحاجات دي، فهنحتاجه برضو. فياريت يكون متوفر معانا. اما كانش كده هنضطر طبعا احنا نرش رشه دقيق ونبدا نفرد على الرخامه او نفرد على ورق الزبده. فبرضو لازم يكون عندنا ورق زبده علشان لو مش متوفر مفرش سيليكون نقدر نفرد على ورق الزبده. هنحتاج بقى كمان طبعا ريحه الكحك، من الحاجات الاساسيه جدا اللي هنحتاجها في الكحك، ونحتاجها كمان في القراقيش والمنين بالعجوه بنحتاج ريحه الكحك. هنحتاج طبعا الفانيليا. انا بفضل الفانيليا السايله خصوصا للناس اللي عندها حساسيه جامده من ريحه البيض، فيفضل ان هم يستخدموا الفانيليا السايله. لو مش متوفره هنستخدم طبعا الفانيليا الاكياس البودر عادي. اساسي طبعا هنحتاج البيكنج باودر من الحاجات الاساسيه. هنحتاج كمان الخميره، وهنحتاج كمان لو احنا هنعمل كوكيز هنحتاج يكون عندنا بيكنج صودا او اللي هي الكربونات. دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا هنحتاجها معانا في الشغل. كمان
اللي هنلزق بيها بقى البيتي فور والسابليه والكلام ده كله، مربى المشمش. يفضل انها تكون مربى كريمي، عشان المربى القطع طبعا بيبقى فيها قطع هتعمل مشكله شويه احنا بنلزق الحاجه ببعض، فيفضل ان هي تكون مربى فتراك كريمي او اي مربى كريمي متوفره. كمان هنحتاج عجوه، لو احنا هنعمل كحك بالعجوه او هنعمل قراقيش بالعجوه فاحنا هنحتاج عجوه. انا جايبه دي عجوه سعودي حلوه جدا، طريه جدا. بنقلبها طبعا في شويه من السمن البلدي ونرش عليها رشه سمسم وممكن كمان رشه قرفه، تخلي طعمها حلو جدا جدا وريحتها بتبقى تحفه. فدي برضو من الحاجات اللي احنا هنحتاجها. وهنحتاج كمان لسمسم، ده هيكون برضو اساسي لو احنا هنعمل قراقيش او الكحك، برضو هنحتاج السمسم. هنحتاج كمان الشوكولاته، في طبعا الشوكولاته النوتيلا لو احنا هنلزق برضو بيها تنفع مع ده، بديل نوتيلا سما طعمه حلو جدا وسعره حلو. ده نقدر ان احنا برضو نستخدمه مع المربى نلزق بيه، سواء بقى البيضة او البني، النوعين لو حابين الاتنين او لو حابين واحد. احنا نجيب الحاجة اللي احنا هنعملها، يعني انا عارفة ان انا هعمل كحك، فانا هجيب الدقيق، هجيب ريحة الكحك، هجيب السمسم، هجيب السكر البودرة كده، يبقى انا هعمل طبعا السمنه البلدي كده، يبقى انا هعمل كحك. لو انا هعمل بس بسكوت هوفر الحاجات برضو اللي انا محتاجاها للبسكوت، برضو هنوفر، لازم يبقى متوفر معانا طبعا على الاقل طبق بيض لو احنا هنشتغل في البسكوتات والسابليه والكلام ده كله. يفضل ان احنا برضو يبقى عندنا البيض متوفر، علشان كل الوصفات بتاعتنا لما بتكون حاجاتنا جاهزه بتبقى سهله علينا جدا. هنحتاج كمان طبعا لجوز هند عشان هنعمل بسكوت جوز الهند، هنحتاج برضو لجوز هند. هنحتاج طبعا لشوكولاته خام الدارك والابيض علشان التزيين. طبعا احنا مش هنجيب كل الكميه دي انا جايباها علشان انا ده شغلي وانا هعمل كميه كبيره، فمحتاجه ان انا يبقى عندي كميه كبيره. لكن احنا اللي هنحتاجه ممكن لو هنعمل بس بيتي فور او هنعمل سابليه، نجيب ربع كيلو من الشوكولاته الخام البيضاء وربع كيلو من الشوكولاته الدارك، كده يبقى كفايه قوي، هنقدر نزين بيه مع طبعا السكر البودره بقى مع حاجات تانية نقدر نزين بيها. انا جايبه برضو زبده لوتس علشان هلزق بيه مع المربى ومع النوتيلا، نعمل حاجه جديده وحلوه قوي بزبده اللوتس في السابليهات وفي البيتي فور، برضو هنشوفها واحنا شغالين مع بعض. الشوكولاتات الخام دي ماركه جولدن باك، لو مش متوفره ممكن نجيب شوكليت شيبس الدارك او الابيض، بيأدي نفس الغرض، برضو بنسيحه على حمام مائي وبنستخدمه برضو في التزيين عادي جدا، مش شرط تكون البلوكات الكبيره دي، لا ممكن نجيب من الشوكليت شيبس ده برضو هيأدي معانا الغرض وهيعمل نفس النتيجه. هنحتاج برضو شوية من المكسرات، برضو نجيب كميات صغيرة على قد الشغل اللي احنا هنشتغله. هنحتاج برضو فستق، بندق، المكسرات بقى انتوا بتحبوها تقدروا تجيبوها تستخدم لك كحشوات او برضو في التزيين. برضو هنستخدم بقى في التزيين طبعا الفرماسيل، في منه طبعا دلوقتي اشكال والوان مختلفة، او ممكن الشوكولاتة العادي، او ممكن نكتفي بالتزيين بالشوكولاتة بس اللي احنا هنسيحها ونزين بيها في البيتي فور. ده اللولي بتاع الغريبة، دي برضو من الحاجات اللي مش عايزين ننساها لو احنا هنعمل غريبة، يعني كل حاجة لو احنا هنستخدمها هنجيبها، مش لازم نجيب كل الحاجات، احنا هنجيب اللي هنستعمله بس. من اهم بقى الحاجات اللي هنحتاجها علشان نطلع المقادير مظبوطه جدا ان احنا يكون عندنا الاكواب المعياريه، ولو في ميزان طبعا هيكون افضل، ولكن البديل ليها ان احنا يكون عندنا الاكواب المعياريه دي. انا ما حبيتش اجيب الغاليه، انا جايبه العاديه المتوفره دي تقريبا ب15 جنيه، فيها كل المقادير اللي احنا هنحتاجها، الكوبايه والنص والربع والتلت، بتفرق قوي طبعا معانا في ضبط المقادير. طبعا بقى عشان الكحك مش هننسى نجيب البصامة بتاعة الكحك، دي مهمة جدا عشان يطلع برضو الكحك شكله جميل، او لو مش حابين نعمل بالبصامة طبعا المنقاش القديم اللي كنا شغالين بيه مفيش احلى منه. كمان القطاعات، يعني في الشكل ده وفي الشكل ده، طبعا مش لازم نجيب كل القطاعات دي، انا جايبه كذا شكل تاني غير دول، مش لازم نجيب كل القطاعات دي، احنا ممكن نجيب قطعه واحده او بالت واحده فيها كذا شكل قطاعه، برضو ده يوفر علينا احسن ما نجيب مجموعه قطاعات كبيره. انا برضو زي ما قلت لكم انا جايبه كل القطاعات عشان ده الشغل اللي انا بعمله، فطبيعي لازم يكون عندي كذا شكل وكذا قطاعه ان انا اقدر استخدمها بمختلف بقى الحاجات اللي انا هعملها بقى البسكوتات وكده. هنحتاج كمان الاكياس الحلواني، برضو مش هنجيب كل الباكت، احنا ممكن نجيب 1 أو 2 علشان البسكوت والبيتي فور اللي هنعمله،
فدي برضو من الحاجات اللي هنحتاجها. لو احنا هنعمل مثلا بسكوت بس، هنجيب كيس نستخدمه وكيس احتياطي عندنا، عشان لو حصلت مشكله في الكيس اللي احنا مستخدمينه يبقى عندنا بديل ونقدر نكمل شغلنا ما نتعطلش. هنحتاج بقى كمان الاقماع بتاعه البسكوت وبتاعه البيتي فور، مش اكتر من كده. هما دول بس اللي احنا هنحتاجهم للبسكوت والبيتي فور. تقلي كده انا غطيت معظم الحاجات اللي احنا هنحتاجها. فكركم تاني، مش السمن، الزبدة، البيض، الحليب طبعا نسينا نتكلم عنه، لازم يكون معانا حليب عشان هنحتاجه، النشادر عشان بسكوت النشادر، لو هنعمل بسكوتات بالقرفة هنجيب كمان قرفة. فكده دي معظم الحاجات اللي احنا بنحتاجها علشان نقدر نعمل نواعم العيد. نجيب الحاجة اللي احنا محتاجينها للصنف اللي احنا هنعمله، بس مش لازم نجيب كل الحاجات لان الحاجات دي كلها بتجمع مبلغ كبير. فاحنا يفضل نجيب الحاجة اللي احنا هنستعملها بس، نشوف احنا هنعمل صنف ايه ونجيب المقادير بتاعته ونجهزها عندنا ونبدأ نشتغل. كده قلت لكم على كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل نواعم العيد. ان شاء الله بقى الفيديو اللي جاي نبدأ كده في سلسلة نواعم العيد. مش عارفين لسه هنبدأ بإيه، بس يعني أيا كان كده حاجاتنا عندنا، ونبدأ بقى نشوف هنعمل إيه. أتمنى كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها النهاردة تكون كانت واضحة ليكم، ويكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. كده دي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، من القطاعات والحاجات اللي هنستخدمها والفرماسيل والشوكولاتات، المكسرات، الاكواب المعياريه، كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها خلال الفتره الجايه علشان نعمل نواعم العيد. هنزل لكم كمان في صندوق الوصف وهحط لكم لينك الجروب اللي انا جايبه منها كل القطاعات والحاجات بتاعتي، علشان برضو لو حابين ان انتوا تجيبوا حاجه منهم تتصلوا بيهم او تتواصلوا معاهم. كمان هكتب لكم رقم تليفون محل الخامات الحلواني طبعا للناس اللي هي قريبه مني. اتمنى يكون ان الفيديو كان مفيد ليكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب، وكل سنة وانتم طيبين. سلام.